هل عمرك كنت تتخيل إن البرفيوم ممكن يقلل حيواناتك المنوية؟ وممكن يزود استروجينك؟ وممكن يلعب في هرموناتك كلها؟ في الحلقة دي هنعرف تفاصيل كتيرة عن الجانب المظلم والجانب المضيء. خليكم معانا. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مقارنة ما بين العطر ب $30 واللي ب $300، واثبتنا ان مش شرط اللي ب $300 يبقى افضل من اللي ب $30. واتكلمنا برضو عن الزيوت الطبيعية والزيوت الصناعية، وقلنا ليه المصنعين مش دايما بيستخدموا زيوت طبيعية حتى لو متوفرة، لانها في 5 اسباب، منها انها ممكن تبقى مضرة، تسبب حساسية للجلد او تصبغ او كده. اتكلمنا عن الامبراطوريه بتاعه العطور ومين بيمتلك البراندات ومين بيصنع البراندات. النهارده هنتكلم في قصه انا شايفها شخصيا مهمه جدا ان احنا نبقى عارفينها واوير بيها، هي تاثير العطور على الهرمونات ايجابيا وسلبيا. فتعالى نفهم اللي بيحصل ايه. العطور متهمه بعدد من الدراسات اللي اتعملت في اكتر من دوله، وهحطها لكم في المصادر تحت، انها في مادتين، ماده اسمها الفيثيليت وماده اسمها البارابين. المادتين دول بيعملوا حاجه اسمها اندوكراين ديسربتورز، اللي هي معطلات الغدد الصماء، يعني معطلات اللي بتلخبط هرموناتك. تمام؟ فده الجانب المظلم، بس في نفس الوقت في جانب مضيء تاني، اللي هي بتديك سعاده، بتستخدم في العلاج، بتزيل التوتر، وهنتكلم فيها في الجزء الاخير من الحلقه. بس انا عايز ابتدي بالجزء المظلم، لان انا دايما بحب اتكلم في الخبر الوحش قبل الخبر الحلو، والخبر الحلو ننهي بيه الحلقه. فاحنا قلنا ان في مادتين في البرفيومز، ماده اسمها الفيثاليت وماده اسمها البارابين، والاثنين دول بيأثروا على الهرمونات بالسلب، لان البارابين بيميمك الاستروجين وبيحسس الجسم ان فيه استروجين، والفيثيليت هي بتعمل حاجات تانية مختلفة في الجسم، ولكن اوفرول في الاخر انت بتلاقي الاستروجين عندك بيعلى والتستوستيرون بيقل، ولما التستوستيرون بيقل الحيوانات المنوية بتقل ومودك بيبقى مش حلو، وفي حاجات كتيرة قوي مرتبطة بهرمون التستوستيرون، ودي كلها بيأثر عليها البرفيوم. فالدراسات اللي اتعملت على اكتر، في دراسه اتعملت على 47 عطر، وفي دراسه اتعملت على 20 عطر من براندات اوروبيه كبيره ومهمه، واكتشفوا المواد اللي هي خطر دي، واللي حظرها الاتحاد الاوروبي بعد كده. وفي برضو لازم تبقى عارف ان في مؤسسه اسمها International Fragrance Association او IFRA، IFRA. المؤسسه دي حطت ضوابط للعطور علشان تضمن سلامه العطور دي، وكثير من المصنعين بقوا بيتبعوا الافرا ستاندردز علشان يقدر يصدر ويبيع في اوروبا وامريكا. حتى برانداتنا العربيه كثير منهم دلوقتي بقى يتبع الافرا ستاندرد علشان يقدر يبيع في اوروبا وامريكا. بتعرف منين اذا كان المواد الخطره دي موجوده في العطر ولا لا؟ تمسك ازازه العطر، تشوف ليبل المكونات، لو لقيت كلمة فريجرنس أو كلمة بارفان، هنا تبتدي تقلق. ليه تقلق؟ لأن في ثغرة قانونية في الموضوع. لو المصنع حط كلمة فريجرنس أو بارفان بس، هنا يقدر يخبي تحتيها حاجات كتيرة منها البارابين والفيثيليت. بس لو لقيت كلمة بارابين فري، فيثيليت فري، افرا كومبلاينت، هنا تطمن وتعرف ان العطر ده محافظ على الستاندرز بتاعه الامن والسلامه في المواد المضره دي. فده موضوع مهم جدا ان انت تقرا الليبل بتاع البرفيوم وتعرف مكتوب عليه ايه، وتبعد عن المواد المضره. فانت علشان تامن نفسك عملوا لك داتابيز. الداتابيز دي اسمها ايه؟ اسمها EWG Skin Deep. EWG Skin Deep دي داتابيز موجوده اونلاين فور فري مجانا، بتخش تحط اسم البارفان وبيديك الريسك ايفالويشن تبعها، يقول لك دي ريسكها عالي ولا ريسكها قليل. وهتتفاجئ الصراحه، في بارفانات من براندات كبيره وعالميه هتلاقيها محطوطه هاي ريسك، وفي بارفانات هتلاقيها عمرك ممكن تتوقع انها تبقى لو ريسك. انا اتفاجئت، بس للاسف الداتابيز دي مش مغطيه كل العطور والبارفانات اللي احنا نعرفها، بس هي وسيله ممكن تستخدمها. تاني حاجة، لو انت ما عرفتش تتأكد، مش متأكد ان البارفان اللي في مكتبتك العطرية دي فيها بارابين او فيثيليتس او لا، تعمل ايه؟ يا سيدي ما ترشش على الجلد، ما ترشش على الجلد، رش على الهدوم، رش على هدومك،
ما ترشش على الجلد. انا عارف ان في ناس كتيره بتدعو للرش على الجلد، لان الرش على الجلد هو اللي بيديك التدرج العطري والتجربه العطريه والكلام ده كله، احنا فاهمينه وعارفينه ومؤمنين بيه. ولكن لو انا مش متاكد ان البارفان بتاعتي او العطر بتاعي سيف وامن ولا لا، ما ارشوش على الجلد، ارشه على الهدوم. واخد بالك؟ وخلي بالك هدومك برضو بتاخد من حرارة جسمك، وهتبخر العطر وهتديك تدرج عطري برضو. ممكن ما يكونش زي الجلد عشان البي اتش ليفل والكلام ده كله، ولكن هتديك التدرج العطري وهتحس بالتوب نوت والهارت نوت والبيز نوت. بس انت امانك اهم من التدرج العطري، صح ولا ايه؟ اوعى ترش بعد الشاور على طول. تطلع من الشاور ما ترشش في ساعتها، لان المسام بتبقى مفتحه، فدي تبقى فرصه للمواد الكيماويه انها تخش من خلال المسام وتخش في الدم بتاعك. على فكره جلدك ده مش حيطه، جلدك ده واخد بالك عامل زي السفنجه، يعني اي حاجه هتحطها على الجلد بيمتصها. اي لوشن، كريمات، اي حاجه بتمتص بنسبه 64%، وده بحث هحطه لك في المصادر برضو تحت. واي برفيوم بتمتص بنسبه 100%. وجيس وات، اي مره تحط فيها بارفان ورا ودانك، على وشك، على مناطق البالس بوينتس، في مناطق حساسه، كل المناطق دي بتمتص العطر وبتمتص البرفيوم باضعاف بقيه جسمك. فانت لازم تبقى حريص جدا في الموضوع ده. فاحنا قلنا ما نحطش بعد الشاور على طول، ادي لنفسك ربع ساعه، تلت ساعه بعد الشاور عبال ما المسام تكون قفلت، وبعدين رش برفيوم. ما ترشش بعد الجروح، يعني اول ما تتجرح ما ترشش على الجروح لانها بتتخلخل في الدم على طول. ما ترشش والاوضه بتاعتك مقفوله وتقعد تغرق نفسك والاوضه مقفوله، عشان انت نفسك ما تتنفس والرئه بتاعتك تبتدي هي اللي تودي للدم. كل دي سيفتي بروسيدرز. واهم حاجه افتكرها، لو انت مش متاكد ان العطر بتاعك سيف، رش على هدومك ما ترشش على الجلد. تمام؟ انا كنت برش على الجلد وبطلت الحقيقه، الا لو انا متاكد ان البرفيوم بتاعي سيف وموجوده على الداتابيز، او موجوده على العلبه انها بارابين فري، فاثيليت فري، او افرا كومبلاينت. الثلاث كلمات دول بيدوني امان ان انا استخدم العطر على الجلد، ما فيهوش مشاكل. والموضوع ده ما ينطبقش على العطور بس يا جماعه، بينطبق زي ما قلنا على اللوشنز، الصابون، الكريم، الهاند سوب، كل الحاجات دي لو فيها كلمه فريجرنس بس اقلق. المصنعين العرب زي لطافه وافنان وخدلج وفرنش افنيو وفريجرنس وورد، كل المصنعين العرب بتوعنا كتير منهم فاتح على التصدير وفاتح على اوروبا وامريكا، ولازم يلتزموا بالافرا ستاندرد. وبلادنا العربيه دلوقتي الحكومات ابتدت تفرض موضوع الافرا ستاندرد ده، اللي هو الاي اف ار اي ستاندرد، علشان الناس تلتزم بالقصه دي. فدي برضو حاجه تديك. وهتلاقي عندنا في الداتابيز اللي موجوده اونلاين اللي انا قلت لك عليها، هتلاقي في عطور عربيه كتير موجوده بلو ريسك. اتكلمنا على الجانب المظلم، تعال نتكلم على الجانب الايجابي. العطور بتأثر على هرموناتك إيجابياً في أكتر من حالة. أول حالة فيهم السعادة. لما بترش عطر أنت حبه بيفرز عندك جسمك هرمونين، هرمون اسمه الدوبامين وهرمون اسمه السيروتونين، اللي هم مسؤولين عن السعادة. نفس الهرمونات اللي بتطلع لما تسمع خبر حلو ولا تاكل شوكولاتة، هي دي هرمونات السعادة. بتفرز امتى؟ لما ترش بيرفيوم انت بتحبه. وفي بعض الدراسات قالت لك عطر الفانيليا، اي عطر فيه فانيليا بيديك احساس كده بالسعادة. رقم 2 في التوتر، اكتشفوا ان اللافندر هو الملك في الموضوع ده، لان اللافندر بيرفع موجات الفا اللي مسؤولة عن الاسترخاء، وبيقلل موجات بيتا اللي مسؤولة عن التوتر. واكتشفوا انه بيقلل الكورتيزول في الدم، اللي هو الهرمون اللي هو بيسبب لنا مشاكل كتيرة صحية بسبب التوتر. فاللافندر مالك في الموضوع التوتر. نمرة 3 طاقة. هل في بيرفيوم ممكن يديك طاقة؟ اتكلمنا عليها في حلقة الجيم، راجعها، بس أنا هفكرك بيها. الليمون والنعناع. العطور اللي فيها ليمون ونعناع بتزود تركيزك بنسبة 15%. ومش بس كده، بتديك طاقة وتزود التركيز. فعشان كده في بعض الشركات بره في الصين وفي اليابان بيحطوا معطرات الجو في المكاتب ليمون ونعناع علشان إنتاجية الموظفين تزيد. نمرة 4 الثقة بالنفس. اكتشفوا في الدراسات اللي هحطها لك في المصادر إن لما انت بترش بيرفيوم انت حبه بيزود ثقتك بنفسك. ولما عملوا دراسة على المخ لقوا كمية المخ نفسها بتتغير، ثقتك بتزيد، جاذبيتك بتزيد وانس ان ثقتك بتزيد. فدي تأثير ايجابي على الهرمونات.
ان يزود ثقتك بنفسك العطر. نمرة 5 واخيرا، انا شخصيا مش مؤمن بالموضوع ده، اللي هي موضوع الفيرمونات. كتير قوي اتكلم على موضوع الفيرمونات، وهتلاقوا ناس اجانب بتتكلم فيه، وهتلاقي ناس كتيره بتبيعه يقول لك ان الفيرمون ده وبيبيعه غالي، بيبيع مثلا بتاع ال 10 مللي بيبيعها ب $100 وحاجات كده. الفيرمونات دي مقصود موجوده في الحيوانات، اللي هم ايه، الانثى مثلا، الحيوان بتفرز فيرمون، روايح معينه بتخلي الذكر يعرف ان الانثى دي منجذبه اليه او هي جاهزه للتزاوج او وات. فالقصه بتاعت الفيرمونات دي موجوده في الحيوانات لان عندهم غدد وحاجات ليها علاقه بالتفاهم الفيرمونات، بس في الانسان لم تثبت حتى الان. وكل اللي عمال يبيع لك فيرمونات اونلاين وبمئات الدولارات ويقول لك هيخليك مغناطيس، ما تصدقش الكلام ده، لان مفيش دراسه واحده اثبتت الكلام ده علميا. واخيرا في الشفاء، سمعتوا اكيد عن اروما ثيرابي. الاروما ثيرابي انتشرت انتشار كبير قوي في الاونه الاخيره، ان هي اكتشفوا ان في بعض الروائح بتساعد على الاستشفاء، ودي حقيقه. العطور مش مضره فقط، ولكن مفيده جدا للهرمونات برضو. واحنا كل اللي علينا نعمله ان احنا نخلي بالنا. عرفنا ازاي نتجنب المواد الضاره في البارفانات، وعرفنا ازاي نستفيد منها في الحاجات الايجابيه. اخر حاجه عايز اقولها لك، في 2002 على ما اتذكر ال FDA اللي هي منظمه الصحه والدواء الامريكيه اعلنت ان هي نسب الفيثيلات والبارابين في الكوزماتكس عامه والبارفانات هي نسب امنه، يعني حتى لو هي مضره بس هي نسب امنه للاستخدام الادمي. انت ما تبقاش عارف الصح فين، هل تستمع للاف دي اي انها امنه وتستخدمها وترش على جلدك، ولا تاخد حذرك برضو ترش على الهدوم او تطمن ان البرفيوم ما فيهاش المواد دي؟ فانت القرار يعود ليك. بس انا شخصيا ادي نصيحه، يا عم انت افرض الاف دي اي بتعمل الكلام ده فور كوميرشال ريزونز، مع انها المفروض لا، بس افرض بتعمل الكلام ده للكوميرشال ريزونز، فخلينا احسن ناخد الحيطه والحذر في الموضوع ده، لان هرموناتنا اغلى حاجه عندنا. كده خلصنا الحلقه. احنا عرفنا كده ان البرفيومز ممكن تاثر سلبا او ايجابا على هرموناتك، وعرفنا ازاي نتجنب الموضوع ده. فخليك انت حريص على نفسك، استمتع بالعطر واستمتع بعطورك، ولكن بلاش ترش على جلدك، بلاش ترش بعد الحمام، بلاش ترش على الجروح. ادي لنفسك فرصه تذاكر العطر بتاعك والمكونات بتاعته، اطمن ان هو امن، حطه زي ما انت عايز. ما اطمنتش ان هو امن، خد حذرك. وكان معاكم فايق، وده برنامجكم سنت مايند. لو عجبتك الحلقه اعمل سبسكرايب ولايك وشير، ولو ما عجبتكش الحلقه فكك مني.